قبل بضع سنوات اكتشف العالم كله حركات الساق الجميح لمراهق من سانتوس عبر فيديوهات اليوتيوب. أعطت هذه المقاطع المصحوبة بلمسة من الصامبة الخالصة الانطباع بأن روبينيو هو الصبي المجاور لكرة القدم الكاريوكا كما تسمى في البرازيل. الخيال تجسد على ساقيه، فكان متعة يبحث أي عاشق للجلد المنفوخ لمتابعة أدق تفاصيلها. خليفة بيليه باختصار، قدمه كانت القوس والكرة، سهمه الحي الذي يسقط أي شخص يحاول اعتراضه. سرعان ما انتشر هذا الضجيج خارج البرازيل الاهتمام من أكبر الأندية الأوروبية الحريصة على اصطياد المواهب الفذة. قاد روبينيو سانتوس للفوز بالدوري البرازيلي للمرة الأولى منذ 1968، وفي 2003 خسر نهائي كأس ليبرتادوريس ضد بوكا جونيورز، وفاز بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية سنة 2004. ومنذ ذلك الحين لم يفعل روبينيو أي شيء، هكذا قيل، مزعج غير منتظر، وقح ماهر للغاية في التعامل مع الكرة، لكنه فاشل تماما من الناحية التكتيكية وعندما يتعلق الأمر باللعب كفريق. بالنسبة لكثيرين كان روبينيو الموت التي رأى البعض أنها ستنافس موهبة ليونيل ميسي آنذاك، البرازيلي الساخر الذي لم يفهم مصطلحا اسمه كرة القدم رياضة جماعية. في البداية كان روبينيو على الطريق بالفعل إلى إحداث تغيير جذري في كرة القدم العالمية. في عمر 18 عاما اعتبره بيلي خليفته، بينما وصفه باساريلا بأنه جوهرة متلألئة لكرة القدم البرازيلية. ظهور روبينيو لأول مرة بقميص الريال خلق وهما لفترة. عند دخوله المباراة ضد فريق قادش أثبت الجوهرة السمراء أنه حاسم ومذهل في نفس الوقت. يومها جعل الصحف الإسبانية تتغرد باسمه طويلا. عقلية روبينيو ساهمت في انهيار مسيرته مع الميرينغي، يرفض الواجبات الدفاعية ويدخل في مناوشات مع زملائه في الفريق. حياة السهر والملاهي كانت بداية الانهيار مع ريال مدريد الذي يتمسك بشكل وثيق بالمبادئ بعدما أجمع الكل انعدام انضباطه. بعد 3 سنوات في مدريد لعب فيها 137 مباراة وسجل 35 هدفا. توج بالليغا مرتين والسوبر الإسباني مرة واحدة. غادر روبينيو القلعة البيضاء، تم إجباره على الخروج من النادي قبل يومين من نهاية فترة الانتقالات الصيفية. روبينيو كان قاب قوسين من تشيلسي، لكن إدارة الريال غيرت مساره وقررت بيعه إلى الأثرياء الجدد مان سيتي الذين عرضوا أموالا أكثر من أبراموفيتش 42 مليون يورو. كانت فاتحة أكبر صفقات الأزرق السماوي، أحد اللاعبين الخمسة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز. لم تدم رحلته في إنجلترا أكثر من 2 سنين، لعب فيها 53 مباراة فقط وسجل 16 هدفا، ولم يحقق أي إنجاز يذكر. العودة إلى سانتوس أعادت بعد مشواره ليقرر الميلان فتح باب أوروبا من جديد في وجهه. صنع روبينيو متعة خاصة في إيطاليا طيلة 5 سنوات، بصم على 32 هدفا مع الروسونيري، وتوج بسكوديتو سنة 2011. ما تبقى من مسيرة روبينيو قضاه متنقلا بين البرازيل والصين وتركيا. مشواره مع السامبا حمل 3 بطولات: كأس القارات سنة 2005 و2009، وكوبا أمريكا سنة 2007 التي صنع فيها العجب العجاب. اللاعب الذي امتلك كل مؤهلات الكمال الكروي، الموهبة النادرة،
لم يمتلك شخصية اللاعب المحترف يوما، فعجل عدم انضباطه باندثار كل الأمنيات التي رأته يوما على أعلى هرم في كرة القدم.